الآية 29 سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لك بس اهو، يبقى أنت بتقاتل الناس لأنها مش مسلمة، وكمان هتفرض عليهم ضريبة عشان خاطر توقف القتال. هذا الكلام طبعا مش حقيقي. أولا، مش من أسباب القتال أبدا في الإسلام هو اختلاف الدين، بل بالعكس، ده الإسلام سمح لي إن أنا أتجوز مسيحية، يعني أم عيالي تبقى مسيحية، ده معناه إن خال عيالي مسيحي وخالة عيالي مسيحية، جد عيالي مسيحي، جدة عيالي مسيحية. يعني أنا لو أبويا كان اتجوز مسيحية وأمي مسيحية، هل معقول أنا مطلوب مني أروح أقاتل جدي وقاتل خالي عشان خاطر مش مسلمين؟ ده الكلام ده مش معقول. هل أنا لو اتجوزت واحدة مسيحية مش المفروض إن أنا أحبها؟ ده من القرآن. القرآن نفسه قال على العلاقة بين الزوج والزوجة: وجعل بينهم مودة ورحمة. لازم نفهم إن أحيانا بيحصل عملية كات اند بيست بيتلعب بيها ضد المسلمين، خاصة عشان خاطر يتشوه دينهم شوية. نفس السورة دي، سورة التوبة، فيها آيات أخرى بتقول لي إزاي أتعامل مع المسيحيين واليهود وغير المسلمين من أنواع أخرى. يعني عايزين نشوف بقى أسباب القتال إيه في الإسلام اللي بيوجزها الإسلام. هنلاقي في نفس السورة دي الآية رقم 13، سورة التوبة آية 13 بتقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعني خلفوا العهود بتاعتهم، ما احترموش الإمضة بتاعتهم على العهد اللي بينهم وبيننا، ماشي؟ وهموا بإخراج الرسول، كانوا عايزين يطردوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بدأوكم أول مرة. الله، احنا بنتكلم على ناس هم اللي بيعتدوا علينا. إذا من أسباب القتال في الإسلام إن أنا أدفع الاعتداء اللي علي. طب هل في أسباب أخرى؟ في أسباب أخرى، زي مثلا سورة النساء 75: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الله، يعني أنا أذن يجوز لي أن أنا أقاتل عشان خاطر أحمي الضعفاء. يبقى قلنا اهو، أقاتل عشان أرد الاعتداء عليا، أقاتل عشان أحمي الضعفاء. طب في أسباب قتال تاني في الإسلام؟ اسمع بقى، الآية 41 في سورة الحج بتقول إيه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى ربنا بيشرع القتال للدفاع عن دور العبادة بتاعة المسلمين وغير المسلمين. صوامع الرهبان اللي هي الأديرة، بيع جمع بيعة في اللغة العربية يعني كنيسة، صلوات جمع صلوة اللي هو السيناجوج أو المعبد اليهودي. يعني أنا ممكن أكون مختلف معهم في الدين وفي العقيدة، ولكن ربنا بيقول لي تدافع عنهم وتقاتل من أجل حماية دور العبادة بتاعتهم. معنى كده أن أنا ممكن أموت استشهد في سبيل الله وأنا بحمي كنيسة. يبقى احنا عايزين نقول حاجة، القرآن أمرني بأن أنا أحمي غير المسلم بروحي لو جاني يستغيث بي. ايه رايك بقى؟ يعني نفس سوره التوبه برضو الايه 6 بتقول ايه؟ وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. لو واحد غير مسلم جه وبيستجير بي بيقول لي الحقني احميني، ربنا بيقول لي تحميه، وبعدين كلم، اديله كتاب يقراه عن الاسلام، اتفرج على فيلم، اقرا حاجه. طب لو اسلم خير، ما اسلمش نعمل فيه ايه؟ ثم أبلغه مأمنه، يعني أحرسه لغاية ما يبقى في مكان هو آمن فيه. يعني إيه؟ يعني أقاتل من أجل الدفاع عن حياته. لو حد حب يعتدي عليه، إن شاء الله يكون مسلم اللي يعتدي عليه، أنا أقاتله للدفاع عنه، أحميه بروحي عشان خاطر ما يحصلوش حاجة. ده في سورة التوبة برضو. يبقى إزاي الناس هتفهم بالعقل كده إن أي واحد غير مسلم أنا مطلوب مني أنا أقاتله؟ ده ربنا بيقول لي احميه واحرسه. النوع الثالث من غير المسلمين ربنا بيقول لي عليهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، اللي هم الناس اللي بتحترم عهودها، بتحترم مواثيقها، عايشين مع بعض في تعايش وعيش مشترك. لابد ان انا اكون مستقيم معهم طالما الناس مستقيمه معايا. ده ربنا قال لنا في سوره الممتحنه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. البر ده اللي انا امرت بيه مع الاب والام، مع ابويا وامي، مامور بيه ايضا مع غير المسلم، طالما ان هو لا بيقاتلني في ديني ولا بيخرجني من داري. امال ايه حكايه الجزيه بقى؟ ايه حكايه الايه 29 سوره التوبه؟ خلي بالك، اذا توفرت الاسباب بتاعه القتال في الاسلام والمسلمين خرجوا للقتال للاسباب المشروعه اللي قلنا عليها، يا حد بيعتدي عليهم، يا عشان يحموا كنايس، يا عشان كذا. طيب دلوقتي احنا رحنا وبنقاتل قبيله معينه، القبيله دي هي تبع دوله معينه زي الدوله الرومانيه، الدوله الفارسيه، وبتدفع لها ضريبه، بتدفع لها جزيه. امتى القتال اقدر اوقفه؟ لما يوافقوا على ان هم خلاص ولائهم يكون لينا ويبطلوا يدفعوا الجزيه للدوله الرومانيه او للدوله الفارسيه ويدفعوها للدوله الاسلاميه. هنا بيدفعوا ضريبه في نظير ان بيروح عساكر
بيحموا الحدود بتاعه الدوله في المنطقه دي. طب ولو هم دخلوا الجيش وبقوا هم بنفسهم بيقوموا بالقصه دي، ما بيدفعوش حاجه خالص، ما بيدفعوش جزيه ولا حاجه. وده حصل في وقت سيدنا عمر بن الخطاب من قبيله الجراجمه، ودي قبيله مسيحيه دخلت في جيش عمر بن الخطاب وما كانتش بتدفع جزيه، وبل لما كانت بتدفع حاجه اسمها الصدقه اللي هي الزكاه. طيب اذا القاعده اللي طبقها المسلمين بقى هنا هي لهم ما لنا وعليهم ما علينا. يعني ايه؟ يعني والله في ضريبه نزلت هتنزل على الكل، ضريبه اتشالت هتتشال الحمد لله من على الكل، مفيش حاجه اسمها ضريبه على غير المسلم مش مفروضه على المسلم ولا على المسلم، كله هيبقى زي بعضه باذن الله. تيجي بقى